يعني حاول تركز التركيز الأكبر على الحاجات اللي عندك في حياتك. يعني انت معرفتش تاخد الأفضلية من عيلتك، ولكن شوف بقى انت في حياتك واخد ايه. لذلك من أكتر طرق التفكير الغير صحية اللي احنا بناخدها في علم النفس، ان الشخص يبقى عنده مثلا حاجات كتير حلوة. لا تسي مثلا انت شايف لوحة بيضة فيها نقطة سودة، فانت انا مشكلتي في النقطة السوداء والله. وده اصلا خلي بالك ده دور الشيطان. عارفين انا قفشت الموضوع ده امتى؟ عشان كنت دايما بقعد اقول لنفسي لا لا انا الحمد لله واخده بالي من كل النعم وكده. فكنت عماله بقول لمامتي مثلا احنا بعد يوم عرفه او كده بقى كاتبه الادعيه عشان اشوف ربنا استجاب يعني كام دعاء فقبليها قبل بقى يوم عرفه اللي بعديه. فقعدت اقول لمامتي لا بس ربنا يعني الحمد لله يعني بس اكيد مش خير يعني بس ما استجابليش قوي يعني حاجات بسيطه وكده. بس بعدين رحت لقيت مثلا يا جماعه هم مثلا 10 ادعيه، لقيت ان ربنا استجاب مثلا 7. فحسيت اللي هو في ايه بقى؟ في ايه؟ لا احنا مبقاش واخدين بالنا عشان بتبقى انت في حاجه اهم عندك، حاجه مهمه مثلا احتياج معين مش عارف ايه، فانت مركز في دي. فمثلا انت لو عايز ترقية شغل وجالك مش عارفه كذا وكذا 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 وكذا، انت بالنسبه لك انا ما جاليش ترقية شغل يبقى ربنا ما استجابليش الفتره اللي فاتت.